يعني انا جاي لان بنتي في اولا محييكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طيب. وبنتي الصبح بتقول لي ايه يا ماما؟ هي في اولى اعلام عين شمس، نوران اني قاعده هناك لي. تحيه روما. فقالت لي في حدث حلو قوي النهارده انا نفسي اروحه وتعالى معايا. فانا جاي معاها، ما كنتش اعرف ان انا هلاقي اخ وصديق عمر، اخويا وصديق عمري الاستاذ ماهر عبد العزيز. ياما اشتغلنا مع بعض وياما قضينا اوقات حلوه وسافرنا مع بعض، ويعني رحنا اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. معلش انا اسف، طبعا ظروف الحياه والمرض احيانا بياخد ربنا سبحانه وتعالى، انا محمله على كل شيء. الحمد لله وصلت المرض في الفتره اللي فاتت خد الصوت مني، بحمد ربنا مش مشكله، لكن ما زلت بدي وبعلم ولادي ازاي يعملوا حاجه حلوه، ازاي يعملوا. والحاجه اللي انا بعتز بيها اللي هي مش ان انا ابقى مدير في الاذاعه او رئيس، لا، الجمال كله انك تتمتع بالشغل. يعني ايه؟ انا اسف هاخد دقيقتين. اتفضل. ان انت تبقى، انا شايف احلى حاجه انك تنزل الشارع مع الناس، انك تروح حرب، انك تروح تغطيه، هو ده الشغل. اقول لكم انا واخد طلقه هنا من يهود، رحت 26 مره للانتفاضه الفلسطينيه وخدت طلقه من اليهود هنا واخد فيها 7 غرف. قابلت ياسر عرفات الله يرحمه، محمود عماس اذكر مره عملت معاه حوار فبيقول لي ايه؟ شحاته ممكن اقول لك كلمه؟ قلت له اتفضل. قال لي انا بقالي 60 سنه بشتغل سياسه، في حياتي ما عملت حوار زي ده ولا مع الجزيره، انت لمحتني. انا خدت من الحوار ده الجائزه الاولى في الاذاعيون يبدعون، وخدت مكافاه كبيره، لكن مش المكافاه هي المهم، الشهاده بتاع التقدير. من الحاجات اللي ما انساهاش تغطيه حرب الخليج سنه 90، حرب اليمن 94، دخول للاخوه المبعدين الفلسطينيين في مركز الزهور وانا معيش تاشيره. لما يكون عندك اللي كان بيقول عليه اخويا الصغير محمد الاصرار، انا رايح اغطي حاجه ثانيه خالص في سوريا، المبعدين رايح اغطي اجتماع وزراء خارجيه اعلان دمشق. اسرائيل رمت المبعدين الفلسطينيين في جنوب لبنان، رمتهم والجو برد موت. انا حابب المساله دي، عايز اروح. اتصلت بالجيش السوري والمخابرات ودخلت كأننا فردة كاوتش، وقعدت 10 أيام ب 140 دولار. عمركم شفتوا حد يقعد 10 أيام ب 140 دولار؟ دفعت من جيبي حبا في العمل، وكنت المراسل الوحيد من مصر اللي راح المكان ده. حتى الناس اللي قاعدين في لبنان قال لهم ما نروحش هنموت. اصرار. لو اقول لكم على حاجه ثانيه عشان انا مش عايز اخد وقت طويل، نفسي اقعد معاكم بعدين. يعني حرب اليمن 94 كنت فيها المراسل الوحيد الموجود على مستوى العالم كله في جنوب اليمن. كان علي عبد الله صالح بيدور عليا عشان يقتلني يذبحني. عارفين ان من اليمن او ليه اصدقاء في اليمن يسالهم بيدور عليا يذبحني. عملت ايه؟ لبست زي واحد يمني وهربت في الجبال وغطيت. الحمد لله لما يكون نيتك خالصه وبتحب عملك، رجعت اتكرمت من وزير الاعلام الله يذكره بالخير صفوة الشريف، وتم استضافتي. كنت بدي اذاعه صوت العرب، التلفزيون المصري، تلفزيون الامارات، حاجات كتير. انا مش عايز اخد وقت عشان اسيب فرصه لغيري. بشكر اخويا وصديقي الاستاذ ماهر اللي عشره عمر، وان دل على شيء يدل على انه انسان اصيل. اشمطوا فيه لانه هو انسان زينا ما يعرفش غير العمل. احنا ما بنجاملش العمل. كل سنه وانتم طيبين. اشكرك شكرا يا فندم، الله يخليك. يا سلام على لما يبقى الاخلاص والنوايا حلوه. استاذ ماهر جاي ويقابل صديقه، تحيه كبيره جدا 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 على الناس اللي بتتجمع للخير. احنا جايين للخير وجمعنا 2 للخير. عايز